مرحبا بكم أعزائي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أعزائي المشاهدين، بعد ما تقل الولايات المتحدة وفرنسا سحق المناورات الجزائرية في مجلس الأمن، حيث شكل دعمهم المطلق لسيادة المغرب على صحرائه خيبة أمل جزائرية، واليوم الخناق كيشتد على الجزائر بعد ما فشلات في كبح الدعم الأمريكي والفرنسي والإسباني لسيادة المغرب على الصحراء. يبدو أن الدور قادم على الاتحاد الأوروبي ككل، وهذه نقطة سأتطرق إليها في سياق الحلقة. الجزائر المعزولة دوليا أصيبت بالسعار، ومندوب الجزائر في الأمم المتحدة عبر عن حالة تخبط والتوتر اللي كيعيش نظامه بسبب انتصارات الدبلوماسية المتكررة للمملكة المغربية، وما لقى حتى مخرج لهذه الورطة اللي لقى نفسه فيها سوى تكرار اعتراضاته العقيمة وطرح مقترحات قديمة، مما يعكس فشل نظام بلاده في مواجهة المواقف الحازمة داخل المجلس. وفي الوقت اللي يواصل فيه المغرب تسجيل انتصارات دبلوماسية متتالية، لقات الجزائر نفسها غارقة في مستنقع الدعم المالي والسياسي لتنظيم إرهابي، وهادشي اللي كيكلفها خسائر كبيرة على جميع المستويات. فمليارات الدولارات ديال الغاز اللي كتنفقها الجزائر على التنظيم الإرهابي البوليزاريو كتجي على حساب أولويات الشعب الجزائري وتطلعاته وسط أزمة خانقة كتعاني منها الجزائر. والتغطية على فشل النظام في قضية الصحراء المغربية، قالت صحيفة الشرور الجزائرية لسان حال عسكر الجزائر أن الاستعراض العسكري المثير للسخرية جاء كرد على السفير عمر هلال الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة على هامش انعقاد جلسة مجلس الأمن حول الصحراء. وبحسب نفس المصدر لم يمضي على هذا التصريح سوى يوم واحد احتاج الرد من قلب العاصمة الجزائرية، وبالضبط من الاحتفاليات المخلدة للذكرى 70 اندلاع الثورة، وأن الرئاسة بحسب نفس المصدر كانت حريصة على إبراز صورة لها أكثر من دلالة جمعت كل رؤساء الدول المغاربية باستثناء النظام المغربي اللي حلت محله جمهورية البطاطيش الوهمية. صحيفة الشرور الجزائرية كشفت الأهداف المبيتة النظام العسكري من هذه الاحتفالات، وحضور قادة 3 ديال الدول المغاربية تونس وموريتانيا وليبيا إلى جانب بن بطوشم اللي طار من مطار بوفريك العسكري المتواجد جنوب العاصمة الجزائرية، واستقبلوا رئيس بوحجرة في مطار هواري بومدين بالعاصمة الجزائرية، لكن بغض النظر عن الطائرة الرئاسية اللي كان على متنها بن بطوش، ودارت جولة دامت دقائق باش ينزل ويفرشلو رئيس بوحجرة السجاد الأحمر ويلتقط بعض الصور، وهادشي اللي فتح النقاش من جديد حول الجزائر اللي ولات دولة داخل دولة. لكن الجديد هو هذه الخطوة اللي أثارت الكثير من الجدل، وهذا الاستقبال على هامش الاحتفالات، حيث ظهر رئيس بوحجرة ورؤساء كل من تونس وموريتانيا ورئيس المجلس الرئاسي الليبي بجانب بن بطوشهم. أبواق العسكر نشرت تقارير وبقات كتصفق الوهم والاستعراضات البهلوانية والقمة القمامة البهلوانية. حضور رؤساء ومسؤولي الدول المغاربية من باب الاحتفال بذكرى فاتح نوفمبر بالجزائر إلى جانب بن بطوشهم وهم جزائري وغباء ما بعده غباء، خلى النظام الجزائري وأبواقه كيفكروا في إمكانية استبدال المغرب بالجمهورية الوهمية على الصعيد المغاربي. والغاية من هذا اللقاء التقاط صور وبعث رسائل مفادها أن الخماسي المغاربي يتضمن الجمهورية الوهمية. لكن بعيدا عن التقاط الصور، هذه كانت محاولة أيضا لجس نبض الدول اللي انخرطت في المبادرة الجزائرية، ومن غير المستبعد يشارك بن بطوشهم في القمة المرتقبة في ليبيا أو في القمم القمامة المقبلة في إطار اللقاءات الثلاثية اللي أطلقتها الجزائر بهدف خلق تكتل مغاربي يستبعد المملكة المغربية وموريتانيا. نظام العسكر كيرقص رقصة الديك المذبوح بعد ما لقى راسو ربح كيان وهمي تحول إلى عبء يثقل الكاهل الجزائر ماليا وسياسيا. ولم تجني العصابة الحاكمة في الجزائر الشمالية من وراء دعمها للعصابة الحاكمة في الجزائر الجنوبية سوى المزيد من العزلة الإقليمية والدولية، بينما يستمر المغرب في تعزيز المكانة ديالو الاقتصادية والدبلوماسية. كذلك وفي تقرير آخر جريدة الشرور كيتحدث عن جاهزية الجيش الجزائري حاولت من خلاله تمرير رسائل النظام تضيف لغة التهديد والوعيد ضد المملكة المغربية. لكن كيظهر من خلال الصور والفيديوهات اللي نشرها التلفزيون الجزائري الجيش قام باستعراض معدات قديمة تعود للحقبة السوفيتية. وعلى الرغم من الترويج الرسمي لهذا العرض بوصفه من طرف أبواق النظام بالأضخم في تاريخ البلاد، إلا أن المواطنين عبروا عن إحباطهم من مستوى العتاد المعروض، وهادشي اللي خلاهم يطرحوا عدة تساؤلات بشأن الميزانيات الضخمة اللي كيتم تخصيصها للجيش.
للتذكير الاحتفال بذكرى فاتح نوانبر بالجارة الجزائر. كان كيعرف خلال السنوات السابقة تبريكات من طرف جلالة الملك، كون المناسبة تذكير بمساهمة المغرب حكومة وشعبا في هذا الاستقلال. وبغض النظر عن الرسائل المبطنة، الحضور الخمسة ضمن نشاط واحد والمحاولات الرامية لتجسيد صورة الكتلة وعزل المملكة المغربية، ظهر الخماسي في حالة تباعد لا سيما الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اللي أخذ مسافة من بن بطوشم لتفادي الظهور بجنبه. كما أنه في الوقت اللي كان ولد الغزواني في الجزائر، بحث المفتش العام للقوات المسلحة المغربية السيد محمد بريد يوم الجمعة مع وزير الدفاع الموريتاني سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، جاء هذا اللقاء في مدينة مراكش على هامش فعالية المعرض الدولي للطيران والفضاء مراكش ايرشو 2024 المنعقد بالفترة بين 30 أكتوبر و 2 نوفمبر 2024 وفق بيان القيادة العامة للجيش المغربي. يعزز هذا اللقاء بحسب البيان علاقات التعاون العسكري المغربي الموريتاني في مختلف المجالات العسكرية والأمنية خدمة للأمن والسلم بالمنطقة وآفاق تطوير وتنمية التعاون في المستقبل. كذلك في حوار حصري لمجلة لو بوان الفرنسية، قدم وزير الخارجية المغربي السيد ناصر بوريطة رؤية شاملة على العلاقات المغربية الفرنسية والقضايا الإقليمية والدولية، وشدد على ثبات الموقف المغربي المتمثل في عدم التدخل في علاقات الدول الأخرى مع الجزائر، وأكد أن هذا النهج يمثل توجيه ملكي واضح، حيث يركز المغرب حصريا على العلاقات ديالو الثنائية مع الشركاء ديالو، تارك لكل دولة حرية تطوير علاقاتها مع الجزائر. وزير الخارجية المغربي أعرب عن أسفه على كون الفاعل الحقيقي في النزاع المفتعل حول الصحراء لا يزال يفضل حالة الجمود، وهذه حالة الجمود قال لها تأثير على أمن المنطقة ولها كذلك تكلفة بالنسبة للمنطقة المغربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء بالنسبة للشعبين المغربي والجزائري، هادشي على حد قول السيد بوريطة. الخروج من حالة الجمود خاص النظام الجزائري يتصالح مع نفسه أولا ويتصالح مع شعبه. أما فيما يتعلق بموقف فرنسا من قضية الصحراء، قال السيد بوريطة أن هذا الموقف يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء من خلال فتح حوالي 30 قنصلية في العيون والداخلة ودعم متزايد المخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي. لكن الوزير سلط الضوء على الموقف الفرنسي، هذا الموقف المهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن قبل كل شيء عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوروبي. وأكد السيد بوريطة أن كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز التقدم، وأشار إلى أن مبادرة الحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من 20 دولة في الأمريكيتين من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من 3/4 الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأبرز أن الدينامية الدولية تشمل كل القارات وكل منطقة، هادشي على حد قول السيد بوريطة. لكن التطور الجديد اللي حصل هو قرار محكمة العدل الأوروبية اللي يشكل منعطف جديد خلى المغرب بحسب صحيفة أوكي ديالو لإسبانيا يوضع شرط واحد غير قابل للتفاوض أمام إسبانيا: الفتح الجمارك التجارية مع سبتة ومليليا المحتلتين. الصحيفة الإسبانية نشرت مقال بعنوان محمد السادس يحذر سانشيز لن تكون هناك معابر جمركية في سبتة ومليليا حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بالصحراء. هذا العنوان اللي اختارته الصحيفة بالفعل مثير للاهتمام، خصوصا أن الصحيفة الإسبانية نقلت تصريحات عن مصادر في الخارجية الإسبانية. هذه المصادر قالت أن المملكة لا تعتزم إعادة فتح الجمارك في المدينتين على المدى القريب أو المتوسط، وأن فتح المعابر التجارية لن يتم إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي الموقف ديالو حيال الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية. وقالت أن وزارة الخارجية الإسبانية اعتبرت أن هذا القرار يرتبط بشكل وثيق بحكم محكمة العدل الأوروبية الأخير لإلغاء اتفاقية الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية. هذه الخطوة وفق مصادر دبلوماسية إسبانية كتجي كإجراء ضغط من المغرب، وأنه سيظل على الموقف ديالو فيما يتعلق بسبتة ومليليا حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة المملكة على الصحراء. كانت بقات الأمور حد هنا نقولوا الأمور تبدو عادية، لكن الصحيفة هتمشي لأبعد من ذلك، حيث قالت بحسب تصريحات الدبلوماسيون المقربون من ملف الجمارك، هادشي وفق أوكي دياريو،
أن المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانيا وبالتالي كجزء من أوروبا، حتى يتم حل مشكلة اتفاقية الفلاحة والصيد البحري، وإلى أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار منتجات الصحراء المغربية، وأن المغرب يتوقع التزام كامل من إسبانيا لضمان صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا للمصالح ديالو. ما عرفناش شنو هي هاد المصالح اللي هتخلي المغرب يتنازل عن سبتة ومليلية المحتلتين، علما أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء مسألة وقت فقط، فالاتحاد الأوروبي لا علاقة له بسبتة ومليلية. هناك قضايا معقدة بين إسبانيا والمغرب، بين إسبانيا والمغرب سيتم حلها بين البلدين فقط، والحقيقة لا يعرف مدى صحة هذه المعلومات اللي جات في تقرير أوكي دياريو، وهذا الإشارة لتنازل المغرب عن سبتة ومليلية المحتلتين مقابل اعتراف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء. لا أظن أن هذه المعلومات صحيحة اللي نقلتها عدة مواقع إخبارية مغربية دون التحقق من صحة الخبر. هذا التقرير كيبين أن هناك جهات إسبانيا تمني النفس بأن يتنازل المغرب عن بعض الأراضي المغربية اللي كتحتلها إسبانيا، لأنه بحسب نفس الصحيفة كتشوف أن فتح مكتبي الجمارك في سبتة ومليلية له دلالات تتجاوز المسائل الاقتصادية بالنسبة لكلتا المدينتين، إذ لها تأثير كبير على الصعيدين الدبلوماسي والجيوسياسي أيضا، حيث أن فتح مراكز جمركية يعني الاعتراف الفعلي بالسيادة على المنطقتين. وفق المصادر الدبلوماسية الإسبانية قالوا أن الحكومة ووزارة الخارجية الإسبانية كانوا كيعتبروا أن فتح الجمارك التجارية يمثل نقطة تحول في المطالب الإقليمية للمغرب بشأن المدينتين، لكن القرار لم يتم اتخاذه بعد. تلقى مسؤولو الخارجية الإسبانية من الرباط معلومات حول أسباب التأخير اللي يبدو أنه غير محدد المدة، وأن الرباط هنا سمعوا مزيان، الرباط كتحدث عن وجود تعقيدات تقنية هي اللي كتمنع تنفيذ المشروع، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها كتربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء. هنا كاين تناقض واضح، علما أن حديث المغرب عن تعقيدات تقنية راه كان قبل صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، لكن الصحيفة والمصادر ديالها خرجوا بهذه الفقاعة الإعلامية وقاموا بتأويل حديث المغرب عن تعقيدات تقنية، وهذه مسألة قديمة جديدة تم ربطها بقرار المحكمة اللي صدر في أكتوبر الماضي، واعتبروا أن غضب المغرب وجلالة الملك من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري انتكاسة لطموحات المغرب في السيادة على الصحراء. لذلك مرت المملكة لعب أوراق ضغط أخرى على حد قول الصحيفة. اللي بغيت نوضحه هو أن هذا المقال اللي نشرته أوكي دياريو فيه معلومات مضللة، والمقال ما جا فيه حتى تصريح مباشر من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله كيوجه تحذير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز بأن عدم فتح المعابر الجمركية في سبتة ومليلية المحتلتين مرتبط باعتراف الاتحاد الأوروبي بالصحراء. العنوان مبالغ فيه، وهذه الفكرة جات كتحليل من مصادر دبلوماسية ما تمش ديك الاسم ديالها، اللي ربطات فتح المعابر الجمركية قضايا أخرى تتعلق بالسيادة، ومنها التنازل على المدينتين والاعتراف بسيادة إسبانيا عليها، وربط فتح المعابر بقضية الصحراء المغربية والاتفاقية التجارية اللي ألغتها محكمة العدل الأوروبية مؤخرا، علما أن الخاسر الأكبر من إلغاء الاتفاقيات هي الدول الأوروبية وعلى رأسها إسبانيا. أما الحديث عن انتكاسة لطموحات المغرب في السيادة على الصحراء، قرار المحكمة لا يعني المغرب أصلا، وملف الصحراء المغربية يعالج على مستوى مجلس الأمن، والقرار الأممي الأخير اعتبر الحل الوحيد والأوحد القابل للتطبيق هو الحكم الذاتي، وبالتالي العنوان مبالغ فيه إن لم نقل كاذب، والتقرير كيعتمد على استنتاجات أكثر من كونه يعكس تصريحات رسمية أو موقف معلن بشكل مباشر من جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. المغرب أصلا ما محتاجش يتنازل عن الأراضي المغربية اللي كتحتلها إسبانيا باش يعترف الاتحاد الأوروبي بمغربية الصحراء، لأن اعتراف الاتحاد الأوروبي مسألة وقت فقط، والتقرير كيروج الأكاذيب والمغالطات، والحقيقة المؤكدة هي أن المغرب بالفعل كيعمل على إقناع الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بمغربية الصحراء، وكيعول على الشركاء ديالو الأوروبيين وعلى رأسهم فرنسا الدفع نحو هذا الاتجاه. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الرباط قدم وعد بأن تنشط بلاده على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم مقترح الحكم الذاتي اللي كيطرحه المغرب كحل وحيد من النزاع حول الصحراء. وفي حوار حصري مع مجلة لو بوان الفرنسية نشر يوم أمس السبت، أكد وزير الخارجية السيد ناصر بوريطان أن
زيارة الدولة اللي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المغرب شنات فصل جديد في العلاقات الثنائية بين البلدين، وفتحات صفحة مهمة تجسدت بتوقيع جلالة الملك والرئيس الفرنسي على إعلان في غاية الأهمية يتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة. هذه الوثيقة بحسب السيد بوريطة كتمثل تعبير عن طموح متجدد من أجل تعاون ثنائي راسخ بقوة في مبادئ المساواة بين الدول والشفافية والتضامن والمسؤولية المشتركة. فبالإضافة للدعم الفرنسي لمغربية الصحراء اللي كيمهد لفتح الأبواب أمام دول أوروبية إضافية، جاء الإعلان عن الشراكة الاستثنائية الوطيدة اللي كيحدد المجالات ذات الأولوية للتعاون من قبيل الطاقات المتجددة أو تعزيز البنية التحتية السككية والبحرية. وضح السيد بوريطة أن حكامة هذه الشراكة هي أيضا محددة في الإعلان، وتكون تحت الإشراف المباشر لقائدي البلدين، بحيث تم تشكيل لجنة مصغرة مكلفة برسم مسارات مبتكرة واغتنام الفرص لترسيخ تعزيز هذه العلاقة على المدى البعيد. وأشار الوزير إلى أن الاتفاقيات الموقعة أمام جلالة الملك والرئيس الفرنسي تدشن جيل جديد من الالتزامات اللي كتكشف عن رؤية مشتركة وشراكة كتقوم على مقاربة تعاون أصيل وعمل حقيقي مع المغرب يقوم على الاشتغال معا مع الاعتراف بإمكانات المقاولات المغربية وتطمينها. وفي هذا السياق اعتبر السيد بوريطة أن الشراكات الكبرى المتعلقة بالخط فائق السرعة والهيدروجين الأخضر تكرس هذه الروح الجديدة. كذلك تطرق السيد بوريطة للرهانات الجيوسياسية الإقليمية في ضوء مبادرة المغرب، ولا سيما المبادرة الأطلسية اللي أطلقها جلالة الملك لفائدة بلدان الساحل. وقال أن النظرة الملكية كانت دائما متفائلة، ولطالما رفض جلالة الملك النظر للوضع بمنطقة الساحل باعتباره قدر محتوم، وهادشي اللي خلاه يقوم بزيارة لمالي في 4 مناسبات منذ سنة 2012، حيث استثمر بشكل مكثف في تكوين أكثر من 500 إمام في معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وأطلق العديد من المشاريع التنموية بالإضافة للحضور المغربي في القطاعين البنكي والاقتصادي. ومن هذا المنطلق تم إطلاق المبادرة الملكية التي تتيح لبلدان الساحل الولوج إلى الموانئ المغربية ومناطق التخزين والبنية التحتية اللوجستية والألياف البصرية، والفكرة هي إخراج منطقة الساحل من العزلة ديالها. وأشار إلى أن ردود الفعل على هذه المبادرة الملكية كانت إيجابية للغاية، ولحد الآن تم عقد 3 ديال الاجتماعات وزارية، وتم إنشاء فرق عمل من قبل رؤساء الدول المعنية، كما تم إعداد وثيقة مرجعية سيتم تقديمها قريبا لرؤساء الدول المصدق عليها على أن يتم إطلاق مشاريع على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وأشار السيد بوريطة إلى أن فرنسا هي أيضا منخرطة على مستوى هذه المنطقة وتواصل تحقيق أهدافها، ولكن وفق المقاربة ديالها الخاصة. وضح أن الهدف المشترك يظل تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل في إطار الاحترام القوي لخيارات شعوبها والإرادة الراسخة النهوض بالتنمية ديالهم، هادشي على حد قول السيد بوريطة. المكانة اللي كيحتلها المغرب إفريقيا وإقليميا والوضوح مع الشركاء الكبار ومنهم فرنسا وإسبانيا وقبلها الولايات المتحدة الأمريكية جعلت فرنسا كتعتمد عليه كبوابة لإفريقيا. الموقع الجديد الذي يتبوأه المغرب إفريقيا والقوة التي يؤسس لها المسار الواعد الذي تسير فيه البلاد والخطى المتسارعة نحو حشد تأييد دولي في قضية الصحراء المغربية يرتبط بتوجه مغربي نحو حسم هذا الملف في أقرب الآجال. وهادشي اللي كان أكدو جلالة الملك في خطابه خلال افتتاح البرلمان اللي خصص بالكامل لقضية الصحراء المغربية، واللي تأكد خلاله أن المغرب انتقل من مقاربة رد الفعل إلى أخذ زمام المبادرة لحسم النزاع في أقرب الآجال. حتى وصلت نهاية الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم.